السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بباشمهندسين ودكاترة تالتة إعدادي. النهاردة بأمر الله هنحل تمارين كتاب المعاصر تمارين واحد، أسئلة المتفوقين على درس إيه بقى؟ على درس معادلتين في مجهولين من الدرجة الأولى. طبعا احنا كنا حلينا الدرس ده التمارين بتاعته اللي هو الجبر والبياني، ودلوقتي هنحل أسئلة المتفوقين. هما سؤالين وسؤالين حلوين جدا. السؤالين ابسط من بعض لكن محتاجين شويه تشغيل دماغ. طبعا احنا عندنا قواعد ثابته. في ناس بتشوف السؤال ما بتعرفش تحله. يا مستر انا مش عارف احل السؤال، يا مستر اسئله المتفوقين اسئله صعبه وانا مش عارف احلها. طيب صلى على محمد صلى الله عليه وسلم. احنا هنحط شويه قواعد ثابته هنمشي عليها. ايه هما؟ هي قاعده واحده. ايه هي يا مستر؟ الدرس ده حضرتك التمارين بتاعته كنت بتحلها ازاي؟ يا مستر هو كان بيجيب لي معادلتين، حلو الكلام جدا، وبتعمل ايه بقى؟ كنت يا بحلهم مع بعض عن طريق الجمع او الحذف، او ان انا احلهم مع بعض عن طريق التعويض، وحلينا اسئله كتيره وفهمنا بيتحلوا ازاي. طيب انت هنا مشكلتك ايه؟ مشكلتك ان انت كنت متعود على السين والصاد في المعادلتين، اما هنا هو غير وحط لك لام وميم بس. هو ده اللي الراجل عمله. فحضرتك تشوف المساله ايه ده انا مش عارف احلها، هو عشان غير من السين والصاد للام والميم. ما احنا اتفقنا ان المتغيرات هو اي رمز في الرياضيات غير معروف قيمته، سين صاد عين لام ميم ايا كان هو ايه. طيب يعني انا مستر اعتبر مثلا ان اللام دي هي سين وان الميم صاد؟ ببساطه. يا مستر مش فاهم. طب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا المعادله الاولى بتقول لك ايه؟ بتقول لك واحد على اللام زائد واحد على الميم بيساوي 3. ما تيجي تكتب لي المعادله دي هنا كده، قول له واحد على اللام زائد واحد على الميم بيساوي 3. والمعادله التانية بتقول لحضرتك ايه بقى؟ بتقول لحضرتك اتنين على اللام زائد 3 على الميم، الكلام ده كله بيساوي 10 بمنتهى البساطة. طيب حلو يا مستر الكلام ده كله، هحل ازاي برضو؟ انت عندك طريقتين للحل، يا بالجمع والحذف يا بالتعويض. طيب التعويض لما يكون المعامل كده مش موجود في المقام، او ان المعامل ما يكونش تحتيه مقام، بتكون سهلة في ان انت تعوض. لكن لما يكون في مقام بترخم شوية، فبتكون طريقة الجمع او الحذف اسهل. طيب يعني انت تحل بالجمع والحذف يا مستر؟ هتعملها ازاي؟ بنحط المعادلتين تحت بعض وبنختصرهم. طب يا مستر انت هتختصر مين مع مين؟ اللام مع اللام ولا الميم مع مين؟ مش هتفرق، اختار اي حاجه. طب يا مستر انا اختار اللام. يلا يا عم نختار اللام. مش هنا واحد على اللام وهنا كام؟ هنا اتنين على اللام. لازم يكون ده زي ده بالظبط، بس ايه، ان زي ما المقام زي المقام البسط زي البسط، بحيث ان ايه، اقدر اختصر الاتنين مع بعض. طب هنا واحد وهنا اتنين، عايز احول الواحد دي لاتنين عشان يبقوا زي بعض. اقول لك ببساطة روح اضرب المعادلة دي كلها في اتنين. طب ماشي. فانا لو رحت ضربت اتنين في كام؟ في واحد على اللام، ورحت قلت له زائد اتنين في واحد على الميم بيساوي 3. لا 3 في اتنين يا مستر، الله ينور عليك. زي اسف، 3 في اتنين. اضرب المعادلة كلها في اتنين. حلو. مش اتنين في واحد على اللام دي هتديك اتنين على اللام؟ زائد. مش اتنين في واحد على الميم دي هتديك اتنين على الميم؟ ما انت بتضرب البسط في البسط، ما هي دي تعتبر بتتضرب في البسط مش في المقام. طيب الكلام ده كله بيساوي يا مستر؟ الكلام ده كله بيساوي 6. 2 في 3 ب6. وكده تبقى انت جهزت المعادلة الأولى. روح حط لي بقى المعادلة التانية تحتيها. حلو قوي. يبقى 2 على اللام زائد 3 على الميم، الكلام ده كله بيساوي 10. حلو الكلام جدا. دي يا جماعة 6 مش 9، دي 6. طيب هنختصر الاتنين مع بعض ازاي؟ خلي واحد سالب التاني بحيث يبقى سالب موجب يروحوا مع بعض. هضرب اي معادلة في سالب، وليكن المعادلة الأولى، فدي هتبقى سالب، خلي الموجب ده سالب وخلي دي سالب. مش لما تيجي تجمع دي هتروح مع دي؟ طيب تعالى نجمع الاتنين دول. في ناس ما بتعرفش تجمعهم، تعالى اوريك تجمعهم ازاي. تعالى على جنب هنا كده. انا احط الاول اللي هو 2 على الميم، بس اوعى تنسى الاشارة السالب. هقول لك زائد التاني اللي هو 3 على الميم. حلو. حطيناهم جنب بعض، اجمع يلا. مش هنا ميم وهنا ميم؟ وحد المقامات، فانا اقول له يساوي، فهنا هيبقى ميم. حلو. سالب 2 زائد 3 بموجب 1. بس كده بس كده ببساطة. وحد المقامات واجمع البسط. حلو. فالاول ده راح، هيبقى لي ايه؟ هيبقى لي 1 على الميم. الكلام ده كله بيساوي ايه؟ الكلام ده كله بيساوي سالب 6 زائد 10. تعملهم على الآلة هيطلع لك بأربعة. مش الأربعة مقامها واحد؟ واحد في واحد بواحد بيساوي 4 في ميم ب4 ميم. يبقى الميم بكام؟ يبقى الميم بربع. وهو طلع لك الميم بربع اهو. حلو. عايز ايه؟ عايز اللام. روح في اي معادلة وعوض وهات لي اللام. وليكن هروح في المعادلة
اللي هي انهي اي معادلة، تعالى في المعادلة دي اللي هي التانية دي. حلو، فهيبقى 2 على اللام زائد 3 على الميم، الميم بواحد على 4، الكلام ده كله بيساوي 10. طيب الاتنين على اللام هتنزل زي ما هي، حلو الكلام، زائد مش الأربعة مقام المقام بس هتطلع فوق 4 3 في 12 على الواحد فيها ال12، الكلام ده كله بيساوي 10. وادي ال12 الناحية التانية هيطلع معايا بسالب 2، 10 ناقص 12 بسالب 2. حلو، يبقى 2 على اللام بيساوي سالب 2، طرفين الوسطين تطلع مع حضرتك اللام بسالب 1. طرفين الوسطين زي مش سالب 2 دي مقامها 1، اضرب الواحد في الاتنين واضرب السالب 2 في التلاتة، السالب 2 في اللام قصدي، فهتقسم يمين شمال هتطلع معاك اللام بسالب 1. طبعا دي خطوة أولى ابتدائي مش لازم أعملها. تعال نخش على السؤال التاني. طيب بيقول لحضرتك ايه بقى في السؤال التاني؟ بيقول لك يراد تحويل مبلغ، ماله بقى المبلغ ده؟ 8 جنيهات إلى 21 ورقة مالية، بعضها فئة ال25 قرشا والبعض الآخر فئة ال50 قرشا، فكم عدد الورقات المالية لكل فئة؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. انت ايه مشكلتك في المسألة؟ احنا عايزين نتناقش كده، ايه مشكلتك في المسألة؟ مشكلتي يا مستر ان انا ما عنديش المعادلتين. يا حبيبي روح كون المعادلتين بتوعك ببساطة. طب ازاي؟ تعالى انت تعمل ايه، انت تحول 8 جنيهات ل 21 ورقة مالية، بعضها فئة ال 25 قرش والبعض الآخر فئة ال 50 قرش. احنا هنفرض ان ال 25 قرشن دول السي. طيب يعني انا وصلت ان المعادلة الأولى ان ال 25 قرشن دول السي، حلو، وال 50 قرشن دول انا هفرضهم الصاد، حلو قوي. مش هو قال لك ان انت تحول التمن جنيهات ل 21 ورقه ماليه، بس حط شرط، قال لك ايه؟ قال لك ان ال 21 ورقه ماليه دول يكونوا من ال 25 ومن ال 50. اذا ايه؟ اذا ال 25 اللي هم السين زائد ال 50 اللي هم الصاد، الكلام ده كله بيساوي 21. وكونت المعادله الاولى ازاي؟ شو قال لك ان ال 50 قرش وال 25 قرش هدمجهم على بعض فيطلعوا لي 21 ورقه ماليه، بس يبقى مجموع ده زائد ده بيديني 21 ورقه ماليه. بالذكاء طلعت المعادله. طيب عايز المعادله الثانيه. بيقول لك ايه؟ بيقول لك هو هيحول 8 جنيهات، حلو، ل 50 قرش وال 25 قرش. مش صلي على النبي، مش ال 25 قرش دول تبع السين، فانا هقول له ان ال 25 قرش س زائد ال 50 قرش تبع الصاد، يبقى ال 50 قرش اللي هم تبع الصاد، الكلام ده كله بيساوي ايه؟ مش هو هيحول 8 جنيه؟ حول الجنيهات الى قروش، مش الجنيه في 100 قرش، يبقى ال 8 جنيه فيهم 800 قرش. ببساطة كده. تاني انا حاسك تهت. انت عايز 21 ورقة مالية يكونوا من س وصاد، يكونوا من 25 قرش و50 قرش، فاذا مجموع ال 25 ال 21 ورقة دول اللي هم عبارة عن س وصاد بيساوي ال 21. 25 قرش وال 50 قرش هيدوني ال 21 عدد الورقات من هنا ومن هنا. لو حد مش فاهم، بص، مش ال 25 قرش دول انت عشان تكون 21 ورقه، هو حد عايز افهم، بس حد بيسال سؤال بيقول لي هو ايه ال 21 ورقه دول؟ مش حضرتك مش معاك ورقه 10 جنيه في ايدك او ورقه 20 جنيه؟ انا هجيب ورقه بقيمه 25 قرش. ايه ده؟ هو في كان في زمان ورقه بقيمه 25 قرش وورقه بقيمه 50 قرش، كانوا موجودين زمان. انا بقى عايز 21 ورقه يكونوا من ال 50 قرش ومن الايه ومن ال 25 قرش. ببساطه سهلها لك كده، انا عايز 21 ورقه يكونوا مثلا 10 ورقات بقيمه 10 جنيه و11 ورقه بقيمه 20 جنيه بمفهومنا الحالي يعني، عشان دي بالنسبه للكرشن دي بتصعب الدنيا على الناس عشان هي قديما شويه. بس ببساطه. طيب وعايز ايه بقى؟ دي كده المعادله الاولى. في المعادله الثانيه قال لك ان ال 25 قرش دول اللي هم من السين، وان ال 50 قرش اللي هم من الصاد، حلو الكلام، دول انا هحول لهم قد ايه؟ هحول لهم 8 جنيه اللي هم 800 قرش. طب ليه حولتهم ل 800 قرش؟ ما انا شغال بالقرش والقرش. بس كده. اشتغل وحل المعادله. طيب يا مثلا مش ممكن اخد ال 25 مشترك من هنا؟ طبعا ممكن تاخدها. فانا هقول لك ان السين تساوي، مش تساوي، س زائد، قسمت على 25 فيها الواحد، قسمت على 25 فيها الاتنين، بيساوي اقسم 800 على 25. تعالى نقسمها كده، 800 على 25 فيها الاتنين و30. حلو الكلام. بس بسطت المعادلة، بسطتها. هتعمل ايه يا مستر؟ مش ده مش المعامل ده المتغير ده، اسف، المعامل بتاعه بواحد،
فين المعامل ده اللي هو ده يا حبيبي، ومش اشارته موجبة. خليه زي ما هو، وودي التاني بعكس الاشارة، بحيث ان احنا نقول ان واحد السين بيساوي ايه بقى، بيساوي ال32 ناقص ال2 ص. طب هتعمل ايه يا مستر؟ مش احنا عندنا المعادلة الاولى س زائد ص بيساوي 21. شيل السين وحط قيمتها اللي هي 32 ناقص ال2 ص، فانا هقول له ان ال32 ناقص ال2 ص الكلام ده كله بيساوي ايه؟ 32 ناقص ال2 ص زائد الصاد، خد بالك نسينا نحط زائد الصاد، بيساوي 21. عملت ايه؟ انا شلت السين دي يا حبيبي ورحت معوض بقيمتها اللي هي ديت، اللي هي 32 ناقص ال2 ص. طبعا موجب الصاد دي نزلت بيساوي 21. هتحلها ازاي؟ هحلها بالآلة. ازاي يا مستر؟ تعالى نحلها بالآلة. احنا هنكتب المعادلة يا حبيبي. تعالى بص كده، الدنيا اعتقد انها واضحة. انا هقول له ال 32 اهو اول حاجة موجودة عندك، ناقص الاتنين. قلنا واتفقنا الناس اللي متابعة معايا ان الصاد ده متغير بكتبه على الآلة الفا اكس، ومش شرط الصاد بس، س ع ل م، اي متغير او اي رمز غير معروف قيمته ممكن اعبر عنه بالفا اكس على الآلة. حلو، ف 32 ناقص الاتنين صاد زائد الالفا اكس. حلو، الكلام ده كله ايه؟ بيساوي 21. بس كده. قول له شيفت كالك يساوي، طلع لك قيمة الصاد ب11. ايه ده يا مستر بالسهولة دي؟ تاني يا مستر انت عملت ايه؟ عشان اول مرة اشوف الطريقة دي كتبت المعادلة على الآلة. تاني تعالى نكتبها سوا عشان الناس ايه اللي اول مرة تشوف. ادي 32 ناقص 2، الصاد هقول عليها الفا، شايف زرار الالفا ده بدوس عليه اكس. طبعا لازم تكون آلتك عالية 991 او 990. لو هي اقل من كده مش هتلاقيها مش بتدعم الخطوة دي. فانت بقى حلها ايه بايدك كده، قول ان سالب 2 ص زائد الصاد يديني ايه؟ سالب 1 ص. وبعد كده ودي ال 32 الناحية التانية بعكس الاشارة، واقسم على السالب يمين وشمال، هتطلع معاك قيمة الصاد. يعني شغل جبر، يعني اولى ابتدائي. فهنا 32 ناقص ال2 ص زائد الصاد، الكلام ده كله بيساوي 21. اسف احنا اتسرعنا. تاني 32 ناقص الاتنين الفا اكس زائد الفا اكس، الفا كالك يساوي 21. بعد كده تقول له شيفت كالك يطلع لك قيمة الصاد. احيانا تكون المسألة معقدة شوية، تلاقي الآلة اخدت شوية عقبال ما تفكر وتطلع لك الناتج، استناها لحد ما تطلعه عادي مفيش مشكلة. طولت شويتين تلاتة سيبها اخش على المسألة اللي بعدها لحد ما الآلة تطلع لك الناتج، بعد كده ارجع للمسألة. دي طريقة بسيطة بننجز بقى وقت عن طريق ان احنا بنستخدم الآلة، بدل ما نقعد نشتغل بايدينا، ووقت الامتحان ايه وقته غالي جدا يعني. طلعت قيمة الصاد، انا عايز قيمة السين. روح في اي معادلة وعاد فتطلع قيمة السين، وليكن المعادلة دي شيل الصاد وحط 11. كام زائد 11 اديني 21، طبعا 10 يعني مباشرة جدا. وبقى كده جبت قيمة السين والصاد، وبكده يبقى باشمهندسين حلينا مسألتين أسئلة المتفوقين على معادلتين في متغيرين من الدرجة الأولى. طبعا ده كان جبريا وبيانيا حليناهم. المسألتين طبعا حليناهم جبريا، حاجات بسيطة، أسئلة المتفوقين حلوة. أتمنى أكون فايدة لحضرتك. لو حضرتك عايز باقي حل أسئلة المتفوقين ديت في باقي الدروس، اشترك في القناة علشان لما الفيديو ينزل لك يجيلك اشعار ان الفيديو نزل، تخش تشوفه وتشوف حل المسائل دي. واتمنى اكون فدت حضرتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.